أخرج مسلم عن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: جاء 3 نفر إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وأنا عنده، فقالوا: يا أبا محمد، إنا والله ما نقدر على شيء، لا نفقة ولا دابة ولا متاع. فقال لهم: ما شئتم، إن شئتم رجعتم إلينا فأعطيناكم ما يسر الله لكم، وإن شئتم ذكرنا أمركم للسلطان، وإن شئتم صبرتم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجنة ب40 خريفا. قالوا: فإنا نصبر لا نسأل شيئا. قال: وسأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ قال: فإن لي خادما. قال: فأنت من الملوك. الحبلي بضم الحاء وضم الباء الموحدة وباللام المخففة منسوب إلى حبل بن كليب بن عوف، واسمه عبد الله بن يزيد،